السلام عليكم بنات الغزالات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيات. كنتمنى نلقاكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيت نصوب معكم واحد التحليه ولا واحد الكيكه اللي سميتها كيكه المشاهير ولا حاله خشخش. هاد الكيكه اللي دايره ضجه في مواقع التواصل بمكونات اللي بسيطه وطريقه اللي سهله. غادي نوجدوا ان شاء الله واحد التحليه اللي كتجي غزاله، غادي تعجبكم وتعجب وليداتكم. تبعوا معايا الطريقه والمقادير وغادي تصايبوها وغادي تعجبكم ان شاء الله. بسم الله. هنا كناخذوا الشعريه الباكستانيه ولا الكنافه كيف ما كتشوفوا معايا البنات. كناخذوها وكنقطعوها القطع اللي كتكون صغيره ولا قطع اللي كتكون رقيقه باش كتجي معنا سهله ملي نبغيو نحمروها. كناخذوا المقص ولا السكين وكنقطعوها على هذا الشكل هذا. هنا استعملوا اللي متوفر عندكم البنات، استعملوا الا عندكم الكنافه استعملوها، وإلا ما لقيتوش الكنافه ممكن تستعملوا هاد الشعريه الباكستانيه حتى هي كتجي ساهله وكتجي في المذاق ديالها، كتجي المذاق ديالها رائع. كناخذوها وكنقطعوها على هذا الشكل هذا بعد ما كنفكوا ليها الخيوط ولا الخويطات ديالها. كنفكوهم على هذا الشكل غير بشويه وكنمشي معها انا هنا بالمقص جاتني ساهله، وكنقطعها القطع اللي كتجي صغيره بحال هكذا، وكنستمر على هذا الشكل هذا حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله ديال الكنافه. ومن بعد كناخذوا 2 معالق ديال الزبده كندوبوهم في المقلاة وكنضيفوا ليهم القليل ديال هاد الشعريه ولا الكنافه وكنحمروها. من بعد كناخذوا اطرو ديال الحليب وكنضيفوا ليه 2 معالق كبار ديال دقيق الذره ولا مايزينا، وكنضيفوا 2 شاصي ديال فلوند الكراميل على هاد الشكل هذا، و2 معالق كبار ديال السنيده ولا السكر سنيده، وكنضيفوا الحليب حتى كيغلى. من بعد كناخذوا كأس ديال الكريمه السائله، انا هنايا خديت كريمه هولالا، وكناخذوها وكنطربوها ولا كنخلطوها بالخلاط الكهربائي. كنخلطوها جيدا حتى كتطلع معنا الكريمه ولا حتى كتعقد الكريمه. ومن بعد كناخذوها بعد ما كنخلطوا الكريمه كناخذوا الحليب بعد ما كيغلى وكيبرد كنضيفوه لهاد الكريمه. ضروري هنايا يكون بارد البنات باش ما تخسرش معنا الكريمه، وكنضيفوه له وكنخلطوه على هاد الشكل هذا غير بشويه باش ما نخسروش الكريمه ولا باش ما نقطعوهاش. ومن بعد كناخذوا المول اللي غادي نوجدوا فيه هاد التحليه وكنوضعوا فيه القطع ديال البسكوي اللي كيكون مالح باش يجي المذاق ديال هاد التحليه متوازن. كناخذوا هنايا البسكوي المالح وكنستفوه، ومن بعد كنوضعوا فوق منه القليل ديال الحليب مع الفلون اللي خلطناه مع الكريمه، وكنقادوه على هذا الشكل هذا وكنوضعوه كطبقه اولى. ومن بعد كنوزعوا فوق منه الكنافه بعد ما كنحمروها وكتبرد حتى هي، ضروري البنات تكون بارده. كنوزعوها على هذا الشكل هذا ومن بعد كنوضعوا طبقه ثانيه ديال البسكوي ومن فوق ديالها الخليط ديال الحليب مع الفلون مع الكريمه. وهنا ضروري يا البنات هاد المكونات يكونوا باردين باش نحصلوا على تحليه اللي كتجي لذيذه ومتوازنه وغادي تعجبكم ان شاء الله ومقرمشه. وكنوضع طبقه ديال الشعريه ولا الكنافه على هذا الشكل هذا وكنوزعوها ونقادوها. ومن بعد نوليو نوضعوا طبقه ثالثه ديال البسكوي
ونوضعو فوق منه ما تبقى من الخليط ديال الكريمه مع الفلون، وكنحاولوا نوزعوه ونقادوه من فوق هنا بلا ما نفزقوا الحليب البنات، لان بلا ما نفزقوا البسكوي البنات، لان هنا نفزقوه بالحليب، لان هنايا البسكوي كيتشرب هاد الخليط ديال الكريمه مع الحليب كيتشربوا بلا ما نحتاجو نفزقوه. وكنقادوه على هاد الشكل هذا ونوضعو من فوق منه ما تبقى لينا من الكنافه. وضروري هنايا ما نوضعو هاد التحليه البنات في الثلاجه لمده ديال 4 سوايع ولا اكثر حتى كتبرد مزيان، وعاد نقدموها. هنا كنوضع ما تبقى عندي ديال الكنافه، كنوضعوه ونقادوه من الوجه ولا من الفوق كطبقه اخيره اللي بقات عندنا. كنحاولوا هنايا نوزعوه ونقادوه وكنوضعوها في الثلاجه حتى كتبرد. من بعد كناخذ الكراميل ولا هنايا ياغورت ديال الكراميل ولا اللي متوفر عندكم البنات، كناخذوه وكنوضعوه فوق الوجه ديال التحليه ولا كنوضعوه كطبقه اخيره كنزوقوا بها على هذا الشكل هذا. ممكن نوضعوا الشوكولات ولا الكراميل ولا اللي متوفر عندكم وكنزوقوا به على هذا الشكل هذا. وكنقدموها نقطعوها الى قطع ونقدموها على هذا الشكل هذا. وكنتمنى تعجبكم وصفة اليوم وجربوها البنات، راه كتجي لذيذة ومقرمشة وغزالة